انا طول عمري بحب التحرر واحب ان انا ابقى براحتي، وبعدين ده خلاص ده مكين معايا، يعني بيخش ويخرج وعادي. فبقيت البس براحتي في الاول. هو استغرب شكلي لكن بعد كده اتعود. هو لاحظ ان انا ببص في منطقه معينه، بس صدقوني غصب عني فقت كده ورحت قلت له خلاص حط القهوة وروح الأكتر بقى. لما بينزل الجنينه ويلبس البنطلون الأبيض بتاع الفلاحين ده الدنيا عنده بتبقى يعني على معقوله، يعني يكون المواضيع بينه قوي كده والأشياء يعني معقوله. أنا أي نعم كنت متجوزه، بس أنا متجوزه جنبه كده يعني صفر على الشمال. قلت له بقول لك إيه، اعمل لي القهوة ودخلها لي على الأوضة. وعمل فعلا القهوة وهو جاي وأنا قاعده على السرير وممدده باللبس اللي أنا لابساه. مساء الورد والفل على أحلى أصحاب في الدنيا كلها. النهاردة جايبوا لكم معايا قصة جديد ومثير أحداثها كلها أحداث حقيقية، ويلا نبدأ حكايات توج تروي كل جميها في الهوى، يزيد يوم بعد يوم في قلبها ألف سر. وسر جوزي قعدت معاه 11 سنة وما خلفناش ومات وسابني وحيده. المهم عشت لوحدي وبدأت اشتغل واشوف حياتي تاني، وعندي مبلغ كويس عايشه منه، واهلي ما يعرفوش عني حاجة، لان انا بصراحة ما بحبش الخنق ولا التحكم. بس بيني وبينكم انا زهيتي من القعده الوحده، كانت عرقتني بصراحه دي في بالي ان انا اتجوز، وخصوصا يعني انا لسه صغيره. بس قلت لا، اللي هيتجوزني ده هيعمل بيا ايه، هيعوز بقى فلوسي وهيبص على اللي عندي، خليني عايشه لوحدي احسن. فجي في بالي ان انا اجيب شغاله تبقى معايا وانسف الشقه. وفعلا رحت المكتب اللي هم بيجيبوا منه الشغالين، فكنت بقول له انا عايزه وحده تيجي تقعد معايا مقيمه، بس ما تكونش كبيره، عايزاها حاجه وهو 30 حاجه وهو 20. قال لي والله يا مدام دلوقتي ما عنديش ستات تشتغل، كله بره، ما عنديش غير رجاله. قلت له لا رجاله ايه، انا عايزه وحده تفطر قعدوا معايا. قال لي على فكره دول بيبقوا شاطرين جدا، وانا ارشح لك حد وقف فيه جدا وشاطر ومتعلم ونضيف جدا. قلت له لا. قال لي على فكره اللي عندي ده ولد غلبان، ده عنده 27 سنه ويتيم. بصيت كده واسكت شويه، قلت له ماشي اشوفه. وفعلا ندى عليه وقال له تعالى شوف المدام توريها يعني انك شاطر وبتعرف تطبخ وبتعرف كل حاجة. هو مش باين عليه ان هو عنده 26 سنه، باين عليه ان هو عنده 36 سنه. طول بعرض دابس حلو نضيف، حط البرفان. اول ما شفته طبعا اعجبت بيه، ما قرفش ليه، حسيت ان انا فعلا محتاج له. قلت له خلاص تمام، وجه ووريته الأوضة اللي هو هيقعد فيها. فكنت بقول له الجنين ودي مسؤوليتك والأكل كمان وكل حاجة وتعرف. قال لي طبعا أعرف كل حاجة يا مدام. قلت له تمام، خش أوطه الكفته وقت ما ترتاح، قوم شوف بقى وإيه وشوف كل البيت. قال لي تمام. المهم طلبت أكله ودخلت له الأكل في أوضته لأن أكيد كان جيعان وبدأ يتعامل. أول حاجة قعد يبص في الشقة وقعد يشد له ويحط الحاجات اللي هي متبهت له هنا وهنا، ونزلت جنانه وكده. أنا طبعا قاعد وببقى لابسه كده يعني لبس خفيف شوية، انتم عارفين في الحرف الوهرة بتبقى لابسه إيه. أنا طول عمري بحب التحرر وأحب إن أنا أبقى براحتي، وبعدين ده خلاص ده مكين معايا، يعني بيخش ويخرج وعادي. فبقيت البس براحتي في الأول. هو استغرب شكلي لكن بعد كده اتعود. رحت جايبهوله كده، كان بيجامه على كم حاجه كده عشان يلبسهم، وفعلا تاني يوم لقيته لابس بيجامه من اللي أنا جايبها له. بصراحة كانت هتنطق عليه. بقيت في الراحة وفي الجاية بقيت أبص عليه. فكنت بقول حضر لي الفطار، وانا قاعده على السفره لقيته شار الصينية وفيها الفطار، وما اقولكوش على اللي انا شفته كان رايح جاي معاه. ايه ده، هو ده بجد ولا انا متهي ليه؟ بصراحة بقيت مش مركزه في الاكل ومركزه وهو رايح جاي. معقوله يعني يكون المواضيع بينه قوي كده والاشياء يعني معقوله. انا اي نعم كنت متجوزه، بس انا متجوزاها جنبه كده يعني صفر على الشمال. كنت اول مرة في حياتي اشوف حاجه زي كده. لا ده انا كده مش هقدر اعيش بالطريقة دي، مش هقدر احوش روحي. وبقيت افطر وانا بصه في الاكل ومش عايزه ابص عليه لان جسمي اتحرك وبدأت افتكر حاجات ما كنتش عايزه افتكرها. وقفت ودخلت اوضتي وانا جسمي مش هقول لكم تبقى عامله ازاي. مهما اعمل ومهما اريح ما بيكفنيش ابدا. ما عملتش اي حاجه، برجع تاني واحس ان انا تعبانه مش مرتاحه. قلت له بقول لك ايه، اعمل لي القهوه ودخلها لي على الاوضه. وعمل فعلا القهوه وهو جاي وانا قاعده على السرير وممدده باللبس اللي انا لابساه.
هو عينه كانت هتطلع طبعا وانا قاعده وانا عيني في حته. ثانية هو لاحظ ان انا ببص في منطقه معينه، بس صدقوني غصب عني فقط كده، ورحت قلت له خلاص حط القهوة وروح ومشي. المهم بقيت كل يوم بدل ما انزل اروح اشوف اشغالي، بقيت قاعد وابص عليه بيش بيحط بيعمل الجنينو. وفي الاكتر بقى لما بينزل الجنينو ويلبس البنطلون الابيض بتاع الفلاحين ده، الدنيا عنده بتبقى يعني على الاخر. قلت لا بقى مش هينفع، وبقيت بحاول ان انا اتجنبه. قلت همشيه، بس قلت حرام هو ذنبه ايه؟ طب اقول له يعني يداري نفسه ازاي؟ طب هيعيش معايا ازاي ده في الراح وفي الجاية؟ المهم عمل الغداء ولقيته بيقول لي الغدا جاهز يا مدام، ولقيته نفس البنطلون. بس المرة دي بقى ما عرفش ايه اللي حصل له خلاه يعني الدنيا عنده كان يعني اتعرض او شاف حاجه خلت المواضيع عنده ما فيش فيها تحكم. وانا بصراحة كنت قاعده، قلت له اقعد قدامي، اقعد تعالى كون معايا. قال لي ما يصحش يعني ما ينفعش. قلت له لا ينفع تعالى، ورحت عدلت وقعدت اكل واروح اديله. وانا بصراحة حسيت ان انا خلاص الوقت ده كان لازم يحصل، بس ازاي انا مش عارفه. هنا كنت هتجنن واتجرب، بس ازاي ده صغير، ده انا عندي 46 سنة وهو 24 سنه. بقيت قاعد وابصله، ما خبيش عليكم عيني كانت منه في الراح وفي الجايو. كنت بصراحة نفسي فيه، حسيت ان انا بنام واقوم احلم بيه. اتفرج على اي فير ما احس ان انا شايفاه قدامي وبيعمل مع انا متأكده ان هو جامد. وقعدت افكر ازاي ان انا اجرب حاجة زي كده هتجنن هو قدامي جنبي يعني مش بعيد عليا. وجيت لي فكره كده ان انا يعني اخليه هو اللي ايه يبدأ. المهم كتبت شوية طلبات كده واتصلت عليه وقلت له اطلع خد الورق ودي عشان تجيب لي الطلبات. وكنت طبعا مظبطه نفسي في اليوم ده، كنت لابسه كده قميص نوم وعليه الروب بتاعه زي اي واحد داخله تنام، بس انا كنت متعمده ان انا اعمل كده. اول ما فتحت له واقف برق بعينه، قلت له مالك في ايه؟ خد الورق ودي هات لي الطلبات عشان محتاجاها وتعالى لي على طول. قال لي حالا وانزل. وانا فهمت طبعا ايه اللي حصل، واللي شايفه مني عمره اكيد ما شافه في الحقيقي. المهم مفيش نص ساعة ولقيته بيخبط، بس المرة دي اتعمدت ان انا ابين اكتو اكتر. قلت له خش دخل الحاجة دي المطبخ. كان الوقت متأخر، يمكن كانت داخله على 1:03 بالليل، وقفلت الباب. قال لي اعمل لك حاجة ثاني. قلت له لا استنى بس ايه ما نشوف انت جبت الحاجة كلها ولا لا. المهم قعدت اميل قدامه واشير واحط. قال لي طب عنك. قلت له لا، وانا طبعا متعمده ان انا اعمل كده، ومتعمده كمان ان وانا برجع او انا بطلع بجسمي اخبط. وفعلا خبطت. قمت ورحت بصيت له. قال لي انا اسف غصب عني. قلت له تعالى اعمل لك حاجة وتشربها، انا بحس ان انت كده متضايق. هو انت فيك ايه؟ قال لي فيا ايه؟ مفيش حاجة. قعدت اضحك وقلت له عجبك اللي انا لابساه؟ قال لي بصراحة عجبني قوي، انا تعبت. فحسيت قد ايه هو بيتكلم بكل احساسه وبكل سهنيه. جسمي بصراحة لما قال لي انا تعبت حسيت ان هو يعني، وكان شكله كده يعني جامد. بصي لي بصه، وانا كمان بصيت له بصه، وقعدنا نتكلم وكده. وعرفت منه ان هو محروم ونفسه يتجوز واحده ست كويسه. قعدنا نتكلم لحد ما المشاعر خدتنا. قلت له انا هقول لك حاجه على بلاطه كده يعني، او بصراحه انا ما بحبش اللق والدوران. قال لي فير. قلت له تتجوزني؟ قال لي ايه اتجوزك انت؟ ايش جاب لي؟ قلت له بقى ملهاش لازمه. ايش جاب لي؟ احنا كلنا زي بعض، كل واحد بيخدم عند المكان اللي هو فيه، بس انا اللي شرط. قال لي ايه هو الشرط؟ قلت له هنتجوز بورقه عرفي. قال لي وانا موافق، بس انت بجد انت يعني متأكده ان انت عايزه تتجوزيني؟ قلت له انا عايزاك دلوقتي. قال لي دلوقتي؟ قلت له ايوه. وفعلا جبت ورقتين وكتبناهم مع بعض واتجوزته. وفي الوقت ده ما قدرتش بصراحة، وهو كمان كان شكله يعني من ساعه ما شافني بقميص النوم. المرة دي بقى انا كنت قاعدوله متظبطه، كنت حاسه ان هو فعلا مش هيقول لا. وخدني وشني من الصالة ووداني على اوضه النوم وحطني على السرير. كان حنين جدا في الاول، بلمسته بجد ما كنتش حاسه، كنت حاسه ان انا بحلم. كنت مبسوطه جدا معاه في اللحظة دي لدرجة ان انا قلت له انا اول مرة احس الاحساس ده، حتى ما حسيتوش مع جوزه الله يرحمه. كنت فكرت
فكرت ان انا يعني يا عمري ما احس احساس اكت من اللي كنت بحسه معاه، لكن انت طلعت جامد بصراحه. وكل لما قال له الكلام ده كان حاسس ان هو يعني بيتبسط قوي، والمواضيع عنده بتزيد اكتر، وطلع مني كل حرمان الايام والسنين اللي انا قعدتها لوحديهم كان كل يوم يطلع لي حصل ما بيني وما بينه الموضوع ده. وعدت الايام والشهور من غير ما حد يحس بينا. كنت قد ايه حسوا ان انا فعلا متجوزه. احساس كان جميل وكان ممتع، كان راجل بجد. بعدها حسيت باحساس كنت تعبانه جدا، ورحت كشفت واتفاجأ ان انا حامل معقوله. بعد السنين دي كلها حامل، وكنت طايره من الفرح. ورحت وبعدين قلت اهدى شويه، انا فرحانه على ايه؟ ده انا متجوزه، عرفي ومتجوزه مين. من هنا بقى بدات الصدمه، وبدات احس ان اللي انا فيه ده ما كانش ينفع يحصل من الاول. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، وخصوصا ان انا رحت عشان انزل الحمل. الدكتور قال لي ما ينفعش طبعا، ان انا صحتي ما تستحملش، بخصوص ان انا كبير شويه في السن في الأرعين. وبصراحه انا مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. حكايات توج وتروي كل جمي حبها في الهوم، يزيد يوم بعد يوم في قلبها ألف سر وسر. تروي كل جميل حبها في الهوى، يزيد يوم بعد